بسم الله نبدأ وبه نتوكل وعلى الله كل التوفيق. طلابنا حبايبنا طلاب أولى إعدادي، حبايبي والمقربين إلى قلبي، والدفعة اللي إن شاء الله هتكسر الدنيا في العلوم، الناس الجميلة اللي ذاكرت الدرس الأولاني ورجعت عليه مرة واثنين وثلاثة وعملت سبسكرايب. تعالوا لي النهاردة عشان هنحل يا إخواتي، إخواتي الصغيرين طبعا. بسم الله نبدأ. الاختيارات، خد بالك انا مجمع لك شويه اختيارات كده من الكتاب ده، يا عيني امتياز فوق الامتياز، بتلم لك الدرس كله في ايه؟ في كفه واحده كده. بتقول بسم الله: اي المكونات دون الذريه التاليه تكون كتلتها 1 يو. خد بالك احنا عرفنا قبل كده في الشرح يعني ايه كتله وايه هي اليو، وعرفنا ايه هي حاجه اسمها دون الذريه لان احنا درسنا حاجه اسمها الذره. ماشي، تعال نستبعد الاختيارات. دايما جميله جدا ان انت تبدا تستبعد الحاجه اللي متاكد مليون في الميه ان هي مش الاجابه. تعال نشوف كده في السؤال ده. قال لك المكونات دون الذريه تكون كتلتها 1 يو. احنا عرفنا ان في حاجتين كتلتهم 1 يو، وهنا دي 1 يو، وفي حاجه واحده كتلتها 1 على 1836 يو، يعني صغيره جدا جدا جدا، اللي هي الايه؟ الالكترونات. فالالكترونات مش معانا، فبالتالي اي اختيار فيه الكترونات مش معانا، فده برضو مش معانا. جميل جميل. طب انا اقول لك اي المكونات، كلمه مكونات يعني مش مكون واحد، ده 2، فبالتالي مش هتكون بروتونات فقط. اشمعنى؟ عشان المكون الاختيار رقم ده بيقول لك نيوترونات وبروتونات، ودي كانت 1 يو ودي كانت 1 يو، فده الاختيار الصح بتاعنا. اظن مفيش اسهل من كده. السؤال مش عايزين ياخد مننا اكتر من دقيقه، دماغك تفكر تركز استبعد اختيارات، اختار على طول الصح. تحتوي الاسمده على عنصر، خد بالك الاسمده اتكلمنا عليها، كان هو سماد واحد اللي قلنا عليه اسمه جدع NPK. ماله؟ الذي يعمل على اخضرار اوراق النباتات. لان احنا عرفنا ان السماد اللي هو اسمه ال NPK اخضر. 3 عناصر دول مكونين ليه، كل عنصر بيعمل حاجه معينه، مش عايزين نقول عليهم كلهم. طب مين فيهم اللي بيعمل على اخضرار اوراق النباتات؟ فاكر معايا ومركز؟ كان مين؟ كان النيتروجين. يعني يا مستر ده كان اخضرار وده كان جذور وده النمو الصحي مظبوط اللي هو البوتاسيوم. السؤال رقم 3: اي مما يلي يعبر عن العنصر ورمزه الصحيح؟ مين في دول يعبر عن العنصر ورمزه الصحيح؟ ده بيسالني في ده ليه يا مستر؟ قال لي عشان التسميه. فاكر التسميه؟ لما يكون باللغه الانجليزيه واللغه اللاتينيه والاثنين متفقين مع بعض، وبيكون الحرف الاول كابيتال والحرف الثاني سمول. طب لو الانجليزيه واللاتينيه مختلفين عن بعض بنختار وبنلجا وبننحاز لمين؟ الى اللاتينيه. البوتاسيوم بي؟ لا طبعا، ايه ده؟ مستحيل، ده بوتاسيوم كي. الفوسفور اف؟ لا طبعا، ده بي. الصوديوم اس؟ الله الله، ايه العبط ده؟ يبقى المغنيسيوم ام جي هو ده الصح. شوف انا عارف ان انت هتسرع الفيديو وانا يا باشا معاك مسرع كويكلي. السؤال الرابع يقول لك: وضع العالم نقط اول نظريه علميه عن الذره. خد بالك الاثنين دول مش علينا، ما خدناهمش وما جبناش سيرتهم خالص، في اول درس ما جبناش سيرتهم خالص. رذرفورد ولا دالتون؟ اللي عمل اول نظريه علميه عن الذره هو دالتون، انما اللي عمل اول شكل ونموذج للذره هو رذرفورد. مش فاكر؟ ارجع تاني للشرح. حاسس انك متلخبط؟ تعالى نرجع معاك. بص كده في السريع، الحته دي سرعها كده. بص يا صديقي، خلاص وصلت. بص بص بص، العالم بيقول لك ايه، عشان خد بالك العلماء دول ساعات بيلخبطوا، اي انسان دايما يلخبط. بص 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 بص، الموضوع سهل خالص اهو. فين العالم؟ اهو العالم جه وصل خلاص يا شباب. بص بص بيقول ايه، اهي جت. هتلاقي كده في 3 علماء جنب بعض، 3 حاجات جنب بعض. العالم رذرفورد عمل اول نموذج للذره، هو النموذج ده يعني شكل. طب ودالتون اول نظريه علميه. فرق بين الاثنين يا صديقي. ارجع بقى على طول في السريع كده. ايوه اظبط. ماشي. رقم 5: تحمل نواة. تعال نطلع دي لفوق كده. جميل جدا، ماشي.
تحمل نواة الذرة شحنة كهربية. خد بالك بيقول لك نواة مين؟ الذرة، عشان ما تتلخبطش. طبيعي لسه المصطلحات دي بداية عليك. ادي يا سيدي دي النواة، وادي مستوى طاقة، ثم التاني هنفترض ان في تالت، اللي جوه دي اسمها نواة، دي كلها اسمها ذرة. قال لك بقى تحمل نواة الذرة شحنة كهربية نقط، موجبة ولا سالبة ولا متعادلة ولا تحمل شحنة؟ مستحيل تكون ما بتحملش شحنة. طب هي الشحنة بتاعتها موجبة ولا سالبة ولا متعادلة؟ ها؟ نواة الذرة بتحمل شحنة ايه؟ موجبة. ليه؟ لو سألنا علل هتلاقي واحنا بنحل علل. ايش معنى؟ لو انت فاكر كنا بنقول ان النواة دي فيها مين؟ فيها بروتونات موجبة وفي نيوترونات متعادلة، وتتركز كتلة ده بقى في سؤال تاني. الكتلة بتاعت الذرة تركز فين؟ في النواة، وهتلاقي ان بره مستويات الطاقة دي سالبة. فهو بيكلمني على النواة، النواة نفسها موجبة، وهنشوف أسئلة بتتكلم على شحنة الذرة. أي العناصر التالية، السؤال رقم 6 بيقول ليس من مكونات سماد NPK. خد بالك ده سماد NPK وده العناصر المكونة ليه. أي العناصر دي ليس مش من المكونات بتاعت السماد ده. زي مين؟ يعني أقول لك مثلا الفوسفور، لا ده من مكوناتها. الصوديوم، النيتروجين، البوتاسيوم، يبقى الوحيد اللي مش منها مين؟ الصوديوم. عارف السؤال ده بيسألك في حاجتين، إيه هما؟ ان الفوسفور لازم تكون عارف ان رمزه بي، والصوديوم Na، والنيتروجين N، والبوتاسيوم K. فبالتالي انت عندك ده K موجوده، وعندك ال N موجوده، وعندك ال B موجوده. طب مين اللي مش موجود؟ الصوديوم هو اللي مش موجود. رقم 7 بيقول لحضرتك ان كتله الالكترون نقط كتله البروتون. كتله الالكترون 1 على 1836 يو. طب والبروتون 1 يو. هو عايز يعرف اكبر منه ولا اقل منه ولا تساوي ولا ضعف؟ طبعا هتكون اقل منه. الحاجات دي محتاجه التركيز، لان انت عندك الكترون وبروتون ونيوترون، لازم تفرق ما بين الشحنه والكتله ومقدار الشحنه. هنعرف مع بعض دلوقتي ان شاء الله. عدد الجسيمات رقم 8 موجبه الشحنه. في ذره الصوديوم ان ايه؟ طبعا ادي ذره الصوديوم، عنصر الصوديوم. فبيقول لي عدد الجسيمات موجبة الشحنة. هو كان مين الموجب؟ الإلكترون ولا البروتون ولا النيوترون؟ البروتون كانت الشحنة بتاعته موجبة، واحنا اتفقنا ان هنا الزد بتساوي البروتونات بتساوي الإلكترونات في العدد. البروتونات عددها هو عدد الالكترونات هو عددها العدد الذري، فبالتالي اللي هو كام؟ 11. فالجسيمات موجبه ادعي الشحنه، يعني نقصد مين؟ البروتونات. يبقى كام؟ 11 ولا 23 ولا 12؟ يبقى 11. عدد الجسيمات متعادله الشحنه، يعني يقصد النيوترونات. خد بالك كل سؤال بيجيب لك تفصيله مهمه جدا. طب الاهم من ده كله، بص كده على الجزء ده جه في المنوفيه 2026، ده كان في البحيره، ده كان في القاهره. منهجك لسه جديد، يعني يا اما جه 2025 يا اما جه 2026 وحضرتك سنه 2027. فدي كلها اسئله امتحانات، يعني سهله كده يا مستر. ايوه يا الله يا عم سهله، ما دام انت ذاكرت وعملت اللي عليك وحليت وتابعت وراجعت هتلاقيها سهله. الاسئله كلها تافهه اهي. يبقى عدد جسيمات متعدده الشحنه اللي هي النيوترونات في نواه ذره عنصر اكسجين. خد بالك انا عندي اللي فوق ده الكتلي اللي هو ايه؟ بتساوي بي زائد ان. هو عايز مين؟ متعدده الشحنه اللي هي النيوترونات. يعني ان يا مستر بتساوي A ناقص B. اي نعم. A بكام؟ 16 ناقص B بكام؟ 8. 16 ناقص 8 بكام؟ هتلاقيهم كام؟ 8. فاكر القوانين اللي عملناها في حصه الشرح؟ ركز عليها في الورقه بتاعتك وتبدا تجمع القوانين بتاعتك. المكتب بتاعك اكتبهم في كده في نوت صغيره والزق الورقه دي على الحيطه قدامك. عينك دايما تتضرب على الحاجات الجميله دي. يلا. رقم 10 يا شباب، اذا كانت نواه الذره تحتوي على 8 بروتونات و8 نيوترونات. بقول لك هنا الايه؟ النواه بتاعت الذره عندها كام بروتون؟ 8 وكام نيوترون؟ 8. فما العدد الاجمالي للجسيمات في هذه الذره؟ ركز معايا، السؤال فيه لعبه. السؤال ده جه في محافظه؟ لا ما جاش. النواه نفسها
اللي بتحتوي على البروتونات والنيوترونات فيها 8 وفيها 8. قال دول كده كام جسيم؟ 8 و8 يبقوا 16. ماشي. لو قال لي كده وسكت فما العدد الاجمالي للجسيمات في هذه النواة الذرة كنت هكتب له 16. انما هنا قال لي فما عدد الجسيمات في هذه الذرة كلها اللي هي النواة اللي فيها 16 وبيلف حوالين النواة الكترونات. طب هي الالكترونات دي هيكون كام؟ خد بالك البروتونات بتساوي عدد النيوترونات، البروتونات بتساوي عدد الالكترونات. خد بالك التركيز لازم يكون مهم جدا. يبقى البي بتساوي عدد مين؟ الاي. لان العنصر ده كده هنلاقي ان البي والان ب 16 يبقى تحت الاي ب 8. هو بقى عايز الجسيمات الاجماليه بتاعت مين؟ الذره كلها. يبقى 8 و16 كام؟ 24 جسيم. الاسئله دي يا شباب يكون فيها فكره، ومعنى ان يكون فيها فكره فانت لازم تكون مركز جدا عشان الدنيا ما تبصش منك. السؤال رقم 11 بيقول لي الكتله النسبيه لمين؟ لنواه العنصر. ده عمال يلعب بقى مصر يا باشا، ده بيلعب وهيلعب. النواه بتاعت العنصر، النواه بتاعت مين؟ بتاعت العنصر، ما يقصدش الذره كلها. العنصر مين يا مستر؟ عنصر ده افترض ان ده كده عنصر عنده العدد الكتلي ب4 والعدد الذري ب2. بيقول لك الكتله النسبيه لنواه العنصر بالنسبه للكتله النسبيه لنواه العنصر الثاني ده اللي هو واي، الكتلي ب12 والذري ب6. النواه يعني يقصد البروتونات والنيوترونات، يعني اهمل خالص الالكترونات. ايوه اهملها. هي دي كام؟ 4. والبروتونات الكتله بتاعتها ب1 والنيوترونات الكتله بتاعتها ب1. يعني انا عندي هنا الكتلي كله اللي هو البروتونات زائد النيوترونات ب4. يعني هنا عندي 4 يو وهنا عندي 12 يو. طب ال4 بالنسبه ل12 تساويها ولا نصفها ولا ثلثها ولا ضعفها؟ الثلث. 4 و4 و4 يبقوا 12. وهنا بيقول لي الكتلة النسبية لنواة العنصر، النواة فيها 2 جسيمات بروتونات ونيوترونات وكل واحد فيهم ب1 يو. يبقى انا اللي يتكلم في الحتة دي ان ال4 يو هنا 12 يو، يبقى كتلة ده بالنسبة لكتلة ده تلت الكتلة النسبية. في أسئلة تانية يا مستر اختيارات، قال لك لا احنا لازم بقى ننوع، نجيب شويه اكمل شويه صح وغلط عشان نبدا يكون الموجود عندك كل الاسئله وكل الافكار بتاعت الدرس الاولاني. اكمل يا شباب، اكمل مكان النقط، اكمل يا عمنا. تتركب الماده من وحدات بنائيه صغيره تعرف بالايه؟ فاكر لما اتكلمنا وعرفنا ان الماده عباره عن مجموعه ايه؟ جزيئات، والتي تتكون من وحدات اصغر تسمى ذرات. الله. اقول على معلومه تانية، بعد اذن حضرتك اتدرب على الكتابه عشان خاطري، اتدرب على الكتابه. تلاقي طالب يقول لك يا مستر جزيئات، يا عم تكتبها يا عم اكتب. سؤال رقم 2 يعد نموذج نقط اول نموذج نظري على اساس تجريبي. احنا اتكلمنا نموذج بتاع مين؟ بتاع رذرفورد ولا بتاع دالتون؟ اللي قال لك اول نموذج نظري على اساس تجريبي يبقى ده ايه؟ رذرفورد. اتدرب على الكتابه. انت ممكن اسم عالم اسمه رذرفورد هو اساسا الاسم بتاعه ده احنا عربناه عشان نعرف نكتبه. اتدرب على الكتابه دي يا صديقي. تحتوي نواه الذره على نوعين من الجسيمات هما، خد بالك قال لك ايه؟ النواه اللي هما مين؟ البروتونات ومين تاني؟ والنيترونات. انا بكتب في السريع كده في الكويكلي عشان ما نسيبش الايه؟ الوقت يضيع منك. انت كده كده هتسرع الفيديو. تدور الالكترونات حول ايه؟ بسرعات فائقه في مدارات وهميه تسمى نقط. يبقى تدور الالكترونات حول النواه، ما بتلف حوالين مين؟ النواه، بسرعات فائقه في مدارات وهميه تسمى مستويات الطاقه. ماشي. تتركز كتله الذره فين؟ فاكر لما اتكلمنا وعرفنا ان الذره كلها الكتله الكبيره قوي فين؟ في النواه. ليه؟ علل، اشمعنى؟ اذكر السبب. قال لك لان النواه تحتوي على بروتونات ونيوترونات. البروتونات 1 يو والنيوترونات 1 يو. يبقى تتركز كتله الذره في النواه. طب لو واحد يا مستر قال لي يا مستر عايز فلحوص كده، قال لي يا مستر انا كتبتها تتركز كتله الذره في نواه
الكتروناتها في النواه بتاعتها، انا كده غلط. لا يا سيدي انت صح والله، هي ما هي تقصد النواه. اكتشف العالم نقط ان نواه الذره تحتوي على بروتونات موجبه. مين اللي قال ان البروتونات موجبه؟ ها؟ مين اللي عمل اول نموذج؟ رازرفورد. دي ر ودي د. رقم 7 هنا يا شباب بيقول لك بالرغم من ان نقط ونقط لهما نفس مقدار الشحنه الا انهما يختلفان فيه. تعال بس نطلع فوق الاول كده، ايوه عشان نشوف كويس. مين ومين اللي ليهم نفس مقدار الشحنه الا انهما يختلفان في نقط؟ خد بالك اللي ليهم نفس مقدار، كلمه مقدار هي اللي بتحدد. ده عفاريت دي يا شباب، خدوا بالكم. نبدا ندوس هنا. تمام يا شباب، شويه كانوا عفاريت في الاستوديو بس الحمد لله احنا مشيناهم. مشيتوا يا عفاريت خلاص نشتغل بعد اذنكم يعني. طب ماشي. رقم 7 بالرغم من ان نقط ونقط لهما نفس مقدار الشحنه الا انهما يختلفان فيه. خد بالك مين اللي لهم نفس الشحنه؟ قال لك البروتونات وايه تاني؟ والالكترونات. ليهم نفس مقدار الشحنه. يعني انت كنت فاكر احنا كتبنا كده مين ده؟ ده البروتونات. ومين ده؟ ده مين؟ الالكترونات. البروتونات والالكترونات ليهم نفس مقدار الشحنه، بس بيختلفوا في حاجتين: في نوع الشحنه وفي ايه تاني؟ وفي الكتله. دي كتلتها 1 يو ودي كتلتها 1 على 1836 يو. نقول تاني فيها اسئله تبقى لفه، اللي يلف لك لف له يا باشا. وانت هتعطل؟ مش هتعطل. اللي يلف عليك لف عليه عشان مبروم على مبروم ما يرولش. رقم 8 بسم الله. العنصر الذي تحتوي نواة ذرته على 3 بروتونات. ماشي، عنصر نفترضنا ان في عنصر مثلا قال لك تحتوي على 3 بروتونات و4 نيوترونات، يعني 3 و4 ل7 فوق العدد الكتلي. يكون عدد الذري كام؟ ها؟ خد بالك احنا عرفنا ان بي بتساوي اي. البي بكام؟ ب3، يبقى كلهم بيساووا 3. ده العدد الذري. بينما العدد الكتلي كام؟ قلنا 7، يبقى هنا ده كده 7 والعدد الذري راح فين؟ بيكون كام؟ 3. خد بالك وانا بحل الاسئله بحل كاني انا اللي بحل كامتحان، يعني بفكر كاني قاعد في امتحان وبحل الحته دي، فانا بفكر بتفكير الشخص اللي بيحل. لو بمدرس كده بعيني كده على طول ماشي، بس علشان ابسط لك المعلومه وصلت ازاي وحليناها ازاي. ممكن تحل بطريقه ثانيه، ممكن خلاص يا مستر ما انا عارف بروتونات خلاص على طول والكتل يبقى فوق اجمعهم مع بعض من غير ما ارسم الرسمه دي. انت حر، ما دام وصلنا للصح مفيش مشاكل وانت عارف ترتيب المعلومات في دماغك عمل ازاي. رقم 9 عندما يتساوي العدد الذري ماشي اللي هو زد مع العدد الكتلي اللي هو ايه، فان هذا يعني عدم وجود مين؟ ما خد بالك لما الذري يتساوي مع الكتلي يبقى مفيش داخل ان مفيش ايه؟ نيوترونات. لو ده اتساوى مع ده يبقى مفيش نيوترونات خالص. ماشي. راحت فين؟ 10 عنصر تحتوي نواته على 27 نيوكليون. الله. وعدد نيوتروناته 14. خد بالك، فاكر كلمة نيوكليونات؟ فاكرها الكلمة الرخمة دي؟ النيوكليونات هي عدد الكتلي، هي عدد البروتونات زائد النيوترونات. ماشي. النيوكليونات بكام؟ ب 27. وبقول لك ان عدد نيوتروناته 14، فبالتالي عدد بروتوناته كام؟ يبقى دي كده النيوكليونات اللي هي ايه؟ يبقى بالتالي بي بكام؟ ها؟ وهنا بيقول لك نيوتروناته ب 14. الان بكام؟ الان دي كانت جت كام في البحيره 2026؟ ماشي. لا ده دي اللي بعدها. ماشي. دي ما جاتش. ماشي. هو كتاب ضايفها يعني. النيوترونات ب 14. 14 ناقص 27 هتبقى كام؟ 13. فيكون عدد، هو مش عايز الكترونات عايز بروتونات. ماشي، ما البروتونات كده كده بتساوي الالكترونات بتساوي 13. شويه حل في اللذيذ منه كده. ماشي. السؤال رقم 11 بيقول لك عدد النيوكليونات في ذره العنصر اكس. ده بيقول لك ما يا مستر مش حضرتك اكس ده اللي هو الصوديوم؟ ايوه يا حبيبي هو الصوديوم، بس هنا بيقول لك اكس، هو حر، هو عايز يسميه اكس. ممكن يجيبوا لك في مكان يقول لك ده الصوديوم، مالناش دعوه. عدد النيوكليونات في ذره العنصر ده كام؟ 23. اشمعنى؟ لان اتفقنا ان هي النيوكليونات هي عدد الكتل اللي هي بتساوي البروتونات زائد النيوترونات.
طيب رقم 12 بيقول لك في نواة ذرة الألومنيوم، الألومنيوم ده هنا الذري بتاعه 13 والكتلي 27، فبالتالي عدد الجسيمات المتعادله. الله يا عيني على الراجل اللي عمال يلعب معاك. هنا بقول لك جسيمات ايه متعادله، يعني النيوترونات. يعني لو قال لي موجبه، ما هي اكيد هيقول لك متعادله الشحنه، اكيد يعني مش. وعدد الجسيمات الموجبه الشحنه اللي هي مين؟ البروتونات. خد بالك ده سؤال صغنن اهو بس مليان كميه معلومات رهيبه. انا عندي هنا ايه بتساوي 27 اللي هي بتساوي ماشي، وزد اللي هي بتساوي بي اللي هي بتساوي اي بتساوي 13، يبقى بالتالي ان بتساوي 13 ناقص 27 بتساوي 14. انا بجمع المعلومات بتاعتي، باخد المعطيات اللي انا شايفها في المساله برسمها قدامي عشان اعرف احل. هو عايز عدد الجسيمات المتعادله اللي هي النيوترونات اللي هي طلعتها ب 14، وعدد الجسيمات الموجبه اللي هي البروتونات اللي طلعتها بكام؟ ب 13. على فكره انا يعني سهله قوي. هتقول لي يا مستر ما سهله لحضرتك عشان حضرتك عارف المعلومات كلها، ما انت عارف، ما انا شرحت لك والله. ارجع للفيديو كده وشوف الشرح. النسبه بين كتله الالكترون الى كتله البروتون. الله خد بالك كتله الالكترون 1 على 1836 يو الى كتله البروتون اللي هي بواحد يو. الله بالنسبه للواحد الصحيح اقل ولا اعلى؟ اكيد طبعا هتكتب اقل. تخيل الالكترون 1 على 1836 يو، ده واحد، يبقى اقل من واحد الصحيح. بينما النسبه بين كتله النيوترون اللي هي 1 يو الى كتله البروتون 1 يو، فين؟ دي النيوترون ودي البروتون اللي هي 1 يو بتساوي. انا عمال اجاوب وانا بقرا. لا كده مش هينفع الكلام ده. تعال نشوف بقى اسئله صعبه شويه، نشوف صح وغلط. يا مستر يا صح وغلط صعبه يا عم، مشيها ان هي صعبه. يلا بينا. ضع علامه صح او العباره الصحيحه. ايه ده؟ يعني الصح طبعا، وعلامه خطا او العباره الخطا. انا بقرا ليه السؤال ده او راس السؤال؟ عشان ممكن يقول لي مع تصويب الخطا، يعني الحته الغلط بتصححها. اول سؤال بيقول لك يكتب العدد الذري اعلى يسار رمز العنصر. خد بالك بيقول لك العدد الذري، يعني مثلا لو في عنصر كده بيقول لك ان العدد الذري اللي تحت ده بيكتب اعلى يسار. ده الراجل ده بيهزر، يبقى الاجابه دي ايه؟ الاجابه بتاعت السؤال ده غلط. بيقول لك البروتونات هي اصغر المكونات دون الذريه من حيث الكتله. لا، ده مين اللي اصغر من حيث الكتله؟ الالكترونات. تدور الالكترونات بسرعه فيها داخل نواه الذره. لا يا باشا، ده حول. كلمه داخل دي غلط، هتبقى ايه؟ حول. تعال نعلم كده بالمره على الغلط برضو. راح فين؟ يبقى هنا اعلى تبقى اسفل، وهنا بروتونات تبقى الكترونات، وهنا دي داخل هتبقى حول. رقم 4 الذره التي تحتوي على 13 بروتون و14 نيوترون و13 الكترون متعادله كهربيا. واحده واحده بقى، تعالى كده واحده بالراحه بالراحه بالراحه. المفروض من نظره تقول ان هي مش متعادله، بس حتى هنشوف. البروتون بتساوي الالكترونات ماشي، بس النيوترونات كام؟ 14. خد بالك يبقى انا عندي لو عنصر هنسميه مثلا اكس، تحت هنا 13 وفوق هنا كام؟ 14 13 27. بيقول لك الذره التي تحتوي على الذره كلها 13 بروتون و14 نيوترون و13 الكترون متعادله كهربيا. في الحاله دي بعد ما رسمنا الجزء ده كده ان في نيوترونات وفي بروتونات وفي الكترونات. طبعا البروتونات بتتساوى مع الالكترونات، والنيوترونات عددها اكبر من عدد البروتونات. في الحاله دي تبقى متعادله كهربيا. تعال نشوف، نرجع للحته دي تاني. في حاجات معينه احب اوريها لك بنفسك، عشان لو قلت لك الاجابه صح ولا غلط كده مره واحده على طول، اصل ده صح وغلط. خد بالك برضه لو جيت حفظتها دلوقتي ممكن تنساها بعد كمان يوم، فانت لازم تشوف الحاجه بعينك، وده مش غلط على فكره. يلا بسرعه. الحمد لله يا شباب لقيناها، الحمد لله. بقول لك الذره متعادله الشحنه في راحت فين؟ في حالتها العاديه امتى؟ اللي تساوي تنفع تيجي في علل اهي عدد البروتونات الموجبه داخل نواه الذره مع عدد الالكترونات السالبه التي تدور حولها.
هنا نقدر نقول عليها متعادلة الشحنة الكهربية في حالة إن مين متساوي مع مين؟ البروتونات متساوية مع الإلكترونات. يبقى دي موجبة ودي سالبة، يبقى الاثنين لما يكونوا متساويين مع بعض نقدر نقول إن هنا الذرة متعادلة الشحنة الكهربية في الحالة العادية جدا. الاثنين قد بعض. في مشكلة في الكلام ده؟ نرجع تاني. نرجع على طول. الحصة جميلة ولذيذة. يبقى هنا نقول راحت فين؟ الذره تحتوي على 13 بروتون و14 نيوترون و13 الكترون متعادله كهربيا. هنا نقدر نقول الاجابه فين؟ صح. اشمعنى؟ عشان عدد البروتونات بتتساوي مع عدد الالكترونات. طيب النواه متعادله الشحنه برضو تاني، انت تاني انا تاني. النواه مش الذره متعادله الشحنه بينما الذره موجبه الشحنه. هنا عكس. احنا قلنا ان دائما النواه موجبه الشحنه انما الذره متعادله الشحنه، فدي كده غلط. تتساوى البروتونات مع الالكترونات في مقدار الشحنه، لسه حلينها فاتت اهي. يبقى هنا الاجابه دي صح. كلمه مقدار، لو شال لي كلمه مقدار يبقى الاجابه غلط. البروتونات والنيوترونات هي جسيمات دون ذريه، صح. البروتونات والنيوترونات دون يعني ما عندهاش ذره. 8 النسبة بين عدد البروتونات وعدد الإلكترونات لأي ذرة تتساوي الواحد الصحيح. خد بالك، النسبة بين البروتونات وعدد الإلكترونات، النسبة بين عدد مين؟ البروتونات وعدد الإلكترونات لأي ذرة تساوي الواحد الصحيح. النسبة بين ده وده بتساوي الواحد الصحيح؟ بين العدد ده والعدد ده النسبة بينهم تساوي الواحد الصحيح لأي ذرة تساوي الواحد الصحيح. ينفع؟ ده سؤال مهم جدا. طب انا السؤال ده انا هسيبه الناس تجاوب في الكومنتات عشان السؤال ده ممتاز، وخد بالك احنا قلنا على جزء منه في الشرح وحلو قوي الفكره دي. احنا هنسيب اسئله كده معينه الناس تجاوب عليها في الكومنتات عشان نشوف الناس اتفرجت على جزء الفيديو بتاع او الجزء بتاع الشرح كامل ومركزه ولا لا. مهم قوي ده، يا ريتني كنت سبت التاني. ماشي. يبقى النسبه بين عدد البروتونات، خد بالك، وعدد البروتونات لاي ذره هل تساوي الواحد الصحيح؟ يبقى السؤال ده كده المفروض الناس تتكلم عليه في الكومنتات. ماشي. اكتب بقى المصطلح العلمي. طبعا هتقول لي صح ولا غلط، ويا سلام بقى لو بدات تقول ليه وليه وتفهم الدنيا كده. اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الاتيه: كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ ده اسمه الايه؟ الماده. اي حاجه ليها كتله تشغل حيز من الفراغ اسمها الماده. وحده بناء وتركيب جميع المواد اسمها الذره. عنصر يدخل في تركيب الاسمده يلزم لتقويه الجذور. خد بالك السماد اللي احنا خدناه NPK مكون من 3 عناصر. مين بقى العنصر اللي بيعمل على تقويه الجذور؟ N وB والK. اللي في النص ده جذور، اللي هو مين؟ الفوسفور. طب يا مستر انا كتبت بي بس، مش مهم عادي. عنصر يلزم لاخضرار الاوراق، مين بتاع الورق؟ الN، النيتروجين. عنصر يلزم للنمو الصحي للنبات اللي هو مفيش غيره الكي اللي هو البوتاسيوم. نكتب ده النيتروجين وده البوتاسيوم. نشوف بقى الليله دي بتاعت العلماء. عالم نيوزيلندي حصل على جائزه نوبل في الكيمياء. مين اللي حصل على جائزه نوبل في الكيمياء؟ خد بالك السؤال ده انا كنت قلت لك في الشرح ان مش ممكن يعني بنسبه كبيره، خد بالك ده ما جاش في امتحانات ومش هيجي لان انت هنا مش بتدرس تاريخ فيسالك على العلماء والجهود بتاعتهم او اللي هم عملوه او الجوائز بتاعتهم والكلام ده كله. طبعا ده رذرفورد. ماشي. عالم وضع اول نظريه علميه. احنا اتكلمنا على الاثنين دالتون وعلى رذرفورد. مين اللي عمل اول نموذج ومين اللي عمل اول نظريه علميه؟ اللي عمل اول نظريه علميه اسمه دالتون. عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه الذره. ايه هي البروتونات الموجبه الموجوده داخل نواه الذره؟ بنقول عليها ايه؟ العدد الايه؟ الذري. طب مجموع عدد البروتونات والنيوترونات ده اسمه العدد الكتلي.
الجسيمات يمكن اهمال كتلتها ولا يمكن اهمال شحنتها اللي هي الايه؟ الالكترونات. ايه، اسئله عماله تتكرر يا شباب، وعمالين نعيد ونزيد في نفس الافكار ونفس المعلومه بس باسئله مختلفه. جسيمات موجبه الشحنه توجد داخل نواه الذره اللي هي البروتونات. جسيمات يمكن اهمال شحنتها ولا يمكن اهمال كتلتها اللي هي مين؟ النيوترونات. اشمعنى؟ لان الشحنه بتاعتها ايه؟ متعادله، بس الكتله بتاعتها بواحد يو اللي هي النيوترونات. الفرق بين العدد الكتل والعدد الذري في نواه الذره اسمه العدد الايه؟ النيوترونات. الفرق بين الاثنين اسمه عدد النيوترونات. مركبات تستخدم في تحسين انتاج الزراعي اللي هي الاسمده في العموم. طيب نوع من الاسمده يحتوي على عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، هو كان سماد واحد اسمه الان بي كي اللي احنا خدناه في الدرس الاولاني. والله يا شباب شويه اسئله في اللذاذه منه كده وفي السريع، هتلاقي الموضوع بسيط جدا. خد بالك احنا عمالين نحل اسئله على جزء اولاني كده في شرح الدرس، لسه ما جيناش جنب الاسئله بتاعت النظائر وبتاعه التوزيع الالكتروني. نحل شويه اسئله بتاعت علل. اتفق العلماء على التعبير عن العناصر برموز كيميائيه. طبعا انا مش هكتب هنا عشان ما ناخدش وقت، هنقولها في السريع كده شفهي. العلماء ليه اتفقوا ان هم يعبروا عن العناصر برموز كيميائيه؟ عشان يسهلوا على نفسهم دراسه هذه العناصر، وفي نفس الوقت ايه ده القلم فيه عفريت، جبنا القلم من العفريت عشان يسهلوا على نفسهم الدراسه وخصوصا في المعادلات الكيميائيه. عشان بقى يكتب معادله كيميائي يقول لك الصوديوم زائد يا لهوي، او زائد الماء مثلا. لا، هو قال لك لازم بقى نعمل رموز كيميائيه للعناصر عشان نسهل على نفسنا الدراسه وكتابه المعادلات. طيب بقول لك ليه نواه الذره موجبه الشحنه؟ تعالى نمسح الحته دي عشان الناس طبعا هتقول علينا ايه. هتقولوا يا مستر ممكن تمسحها بالاستيكه، اقول لك والله انا بحب اعمل كده، انا حر، انا حر. هم بيقولوا لي هنا نفس الوضع، انا بقول لهم برضو انا ايه؟ حر. ليه بيقولوا نواه الذره موجبه الشحنه؟ لان نواه الذره تحتوي على بروتونات موجبه ونيوترونات متعادله الشحنه، فانا بقول نواه الذره موجبه الشحنه. طب ليه الذره متعادله كربون في الحاله العاديه؟ لسه قايلين ده علل وجبناها. اشمعنى؟ ليه بنقول عليها متعادله في الحاله العاديه بتاعتها؟ لان هنا تتساوى عدد البروتونات مع عدد مين؟ الالكترونات، العدد اللي بيتساوى. خد بالك حاجات مهمه جدا في الحاله العاديه جدا. ذره متعادله في الحاله العاديه مستقره خلاص اهي، وقاعده لوحدها ما فيهاش اي مشاكل، لان تتساوي عدد البروتونات مع عدد الالكترونات. تتركز كتله الذره في النواه. ليه الكتله متركزه سايبه الذره كلها متركزه في النواه؟ لان هنا النواه داخلها 2 جسيمات دون ذريه، الجسيمات دي بنقول عليهم البروتونات والنيوترونات، دي بواحد يو ودي بواحد يو، فبالتالي انت عندك 2 يو. انما الالكترونات قليله جدا 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 في الكتله بتاعتها، 1 على 1836 يو، فبالتالي بنهمل الكتله بتاعتها، انما بنركز الكتله بتاعت مين؟ البروتونات والنيوترونات اللي هي داخل النواه، فبالتالي تتركز كتله الذره في النواه بتاعتها. رمز عنصر الصوديوم ان ايه وليس اس او كما هو متوقع. اشمعنى؟ لان هنا اختلف الانجليزي مع اللاتيني بالنسبه للصوديوم، فاحنا بنلجا وبننحاز وبنروح للاسم اللاتيني للغه اللاتينيه، فبالتالي اللاتيني ان ايه اللي هو الصوديوم، فبنقول ده وده لا. يا مستر حضرتك بتقول بالعاميه، لان حضرتك المفروض تكون عارف الاجابه، انا مش بحللك، احنا بنحل سوا وانت عارف الاجابه بتاعتها، فانت بتكتبها بطريقتك انت. احنا مش عايزين نحفظ، انت ما دام فهمت المعلومه فتعرف تتكلم عنها، خصوصا في اسئله علل. العدد الكتلي غالبا اكبر من العدد الذري. اشمعنى؟ لان العدد الكتلي دائما يساوي عدد البروتونات وعدد النيوترونات، بينما العدد الذري يساوي عدد الالكترونات فقط. أهمية سماد NPK للنباتات، طبعا تبدأ تفصصه لي وتقول لي إن العنصر النيتروجين مهم للإخضرار، وعنصر الفوسفور مهم للجذور تقوية الجذور، وعنصر البوتاسيوم مهم للنمو الصحي للنبات ككل. إنما كسمات بقى في العموم مهم جدا لتحسين الإنتاج الزراعي لأي بقى نبات موجود. ده في العموم بالنسبة للسمات. رقم 8 لا يمكن تحديد مكان الالكترون بدقه اثناء دوران حول النواه، لانه بيدور بسرعه فائقه حوالين النواه. رقم 9 خطوره الاستخدام المفرط للاسمده الزراعيه، كل ما نستخدم اسمده زراعيه كتير بتعمل مشاكل للتربه وبتعمل مشاكل للنبات. خد بالك الحاجه لما تزيد عن الحد بتتقلب للضد على طول، فلازم يكون ليه نسبه معينه، السماد اللي تحطه في التربه ليه نسبه معينه.
عشان ما تعملش مشاكل للتربه طبعا. رقم 10 العدد الكتلي ضعف العدد الذري في ذره الاكسجين. بقول لك الكتلي ضعفه على طول، لان هنا بالنسبه لك الكتله اللي هو ايه بتساوي البروتونات زائد النيوترونات، هو هنا عدده 16، فبالتالي انا عندي الذري بيساوي ايه؟ البي هو اي، فبالتالي اي هي بي هي زد بتساوي كام؟ 8. 8 ناقص منهم 16، فبالتالي ان هتكون 8. فعشان كده بقول لك العدد الكتلي ضعفه، لان العدد الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيوترونات، ده 8 وده 8، يبقى ده 16 كده بالنسبه للذري 8، ف16 ضعف ال8. نخش على السؤال اللي بعده على طول، اللي هو بنتكلم على ماذا يحدث. ماذا يحدث يا شباب؟ يعني ماذا يحدث؟ خد بالك هو هنا في الاسئله دي صيغه كلمه ماذا يحدث، يعني ايه اللي هيحصل لو ده اللي حصل؟ ها، يعني مثلا لو انت ما غسلتش سنانك لمده سنتين ثلاثه ايه اللي هيحصل؟ طبعا هتبقى مشاكل كبيره جدا. هو هنا نفس الوضع، بيقول لك ماذا يحدث عند، هو افترض عدم احتواء نواه ذره العنصر على النيوترونات. هو افترض في السؤال ان النواه، قال لك لو ما فيهاش نيوترونات ايه اللي هيحصل؟ يا نهار ابيض، في مشكله كبيره صح؟ يبقى بالتالي كتله النواه 1 يو، فبالتالي مش هيكون العدد الكتلي اللي هو ايه بيساوي بي زائد ان، صح؟ هيبقى في حاجات كتير متلخبطه. فهنقول ايه بقى الاجابه الصحيحه تتكتب كده؟ هنقول ان هنا بالنسبه لنواه الذره هتحتوي على بروتونات فقط، فبالتالي العدد الكتلي دائما هيساوي العدد الذري، لان بي بتساوي اي، فبالتالي الذره هنا هيكون في مشاكل معينه ما نقدرش نذكر ايه هي، ما تتعمقش في الاجابه قوي، لان انت ما تخيلتش ده. هو انت عرفت ايه اللي ممكن يحصل؟ لان طبيعي ان الذره فيها نيوترونات وفيها بروتونات داخل النواه. زي مثلا اقول لك افترض ما فيهاش الكترونات، طب انا هعمل ايه يعني؟ ما انا ما اعرفش. فانت بتقول العكس في وجود الحاجه دي. تاني حاجه اقول لك تساوى، اللي بيحصل تساوي العدد الذري من العدد الكتلي في ذره عنصر هيدروجين. قال لك ده العنصر الهيدروجين ده لما يكون فيه العدد الذري يساوي العدد الكتلي، الاثنين لما يكونوا متساويين مع بعض ايه اللي هيحصل؟ خد بالك لو انت فاكر لما اتكلمنا على النظائر بتاعه العنصر وعرفنا ان في اول حاجه فيه بتاع نظائر عنصر الهيدروجين البروتيوم، نفكرك بالكتابه بتاعتها، وقلنا هنا الايه؟ اليوم ده كانت اتش هنا 1 وهنا 1، فالعدد الكتلي متساوي مع العدد الذري. فايه اللي هيحصل لما الاثنين دول يتساووا مع بعض؟ فبالتالي لا يوجد عدد نيوترونات فين؟ في الذره، لان وقتها احنا لقينا ان النيوترونات بتساوي كام؟ 0. ايه اللي هيحصل لما استخدام مفرط الاسمده في الزراعه؟ هتكون في مشكله كبيره جدا تؤثر على النبات وتؤثر على الحيوان وتؤثر على التربه. غياب عنصر النيتروجين بالنسبه للنبات لا يحدث اخضرار للنبات، لان النيتروجين خاص باخضرار النبات. 5 ماذا يحدث عند تساوي عدد البروتونات الموجبه داخل نواه الذره مع عدد الالكترونات السالبه التي تدور حولها؟ ايه اللي هيحصل لما البروتونات الموجبه تتساوى مع عدد الالكترونات اللي بتدور حول النواه؟ لما الاثنين دول بيتساووا، الاثنين هيتساووا مع بعض عدد، انا بتكلم لك على العدد، الذره هنا تصبح ايه؟ خد بالك متعادله الشحن، الاثنين متساويين مع بعض يبقى تصبح متعادله الشحن. اذكر الاهميه، طبعا مش محتاج ان الفوسفور بيعمل ايه بتاعه الجذور، ومش محتاج اقول لك برضو الحاجات دي سهله جميله جدا بتاع الاخضرار، وده كده عنصر الكي في سماد الان بي كي، مش محتاج اقول لك ان هو خاص بالنمو الصحي للنبات ككل، والاسمده خاصه بتحسين انتاج الزراعي، مش محتاج اقول لك الحاجات دي طبعا انت عارفها. والرموز الكيميائيه للعناصر هنا بتسهل لي التعامل مع العناصر الكيميائيه، فالعنصر عملنا له ايه؟ رمز كيميائي، خصوصا في المعادلات الكيميائيه. كميه حل تنفع حضرتك وتستاهل حضرتك، عشان حضرتك لذيذ جدا وجميل وتستاهل كل خير. الجزء بتاعنا ده تخيل بيقول لك اكتب الرمز الكيميائي للعنصر، يعني ده سؤال ممكن يجي في الامتحان. يا سيدي اهو جه في القاهره وفي البحيره وفي الجيزه وفي الدقهليه. الكربون هنا سي، الصوديوم ان ايه اللي انا قلت لك عليهم احفظهم، مفيش اسهل من كده. ادي الكروم سي ار، ادي الرصاص بي بي، الخرسين زد ان، النحاس سي يو، الزئبق اتش جي. اظن مفيش اسهل من كده. تخيل دي اسئله امتحانات. النيتروجين ان، الكلور سي ال، البوتاسيوم كي، الذهب اي يو،
الفضه اي جي، الفوسفور بي، شويه حاجات في اللذاذه منه. تخيل، شوف انا حليتهم كلهم ما كملتش نص دقيقه لانها حاجات سهله. انا قلت لك قبل كده العناصر تحفظها، لو كل يوم هتحفظ 5 6 عناصر الموضوع هيبقى يكون لذيذ جدا. وده اسمه الرمز الكيميائي. اكتب اسم العنصر، طبعا ده نحاس، ده رصاص، ده حديد، ده صوديوم، ده ليثيوم، ده فضه. ماشي، ما المقصود؟ لسه حالين زيها دلوقتي بتاعه المصطلح العلمي. ما معنى كورونا؟ قالنا اتدربنا على الكلام ده في الشرح، لكن نقول الثلاثه دول تاني في السريع. عدد كتل الصوديوم 23، اي ان ذره عنصر الصوديوم تحتوي على عدد بروتونات زائد عدد نيوترونات بيساوي 23. صح؟ طب العدد البروتونات الموجبه في نواه ذره العنصر بتساوي 17، اي ان بي دي رقم 2. ماشي، العدد الذري الاكسجين بتساوي 8، اي ان عدد الالكترونات بتساوي 8 الكترونات في ذره عنصر الاكسجين. فبالتالي عدد الالكترونات اللي بتدور حوالين النواه في مستويات الطاقه الرئيسيه كام؟ 8 الكترونات. موضوع بسيط جدا. او ان العدد الذي يوجد اسفل على اليسار 8 الكترونات. عدد البروتونات الموجبه في نواه ذره عنصر ما 17. بروتونات يعني عدد الجسيمات دون الذريه الموجبه في نواه ذره عنصر ما بكام؟ ب 17. هو تخيل، هو ده، مفيش اكتر من كده. راحت فين؟ عدد النيوترونات في نواه ذره عنصر ما بتساوي 35، اي ان عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات اللي هي العدد الكتلي بتساوي 35. ده العدد اللي بيبقى موجود. والنيوكليومات هي النيوكليونات دي هي عدد الكتلي اللي هي بتكون موجوده فين؟ ها، اعلى ولا اسفل؟ اعلى. يسار ولا يمين؟ يسار. بالنسبه للايه؟ العنصر. شويه مقارنات جميله جدا بالنسبه للبروتون والالكترون من حيث نوع الشحنه. الله يعني شويه حاجات كده في اللذاذه منه، حاجات بسيطه جدا وجميله. تعال نحل الجزء ده بتاع الشكل المقابل. اكتب ما تدل عليه الرموز. الرمز ده يدل على العدد الذري. تخيل، ده سؤال جميل جدا وممتاز. طب والرمز يدل على عدد الكتلي. طب الفرق بين ايه وزد يدل على عدد ايه؟ الله، دي بقى الحاجات الجميله جدا. هي زد كده كده بتساوي بي بتساوي اي، فبالتالي ايه بتساوي بي زائد ان. انا بقى بقول لك الايه ناقص او الفرق ما بينها وبين زد هيديني مين؟ ها، المعادلات كتبناها قبل كده، تعالوا نكتبها تاني عشان بس ما حدش ينسى حاجه. ادي الايه بتساوي بي زائد ان، فبالتالي البي بتساوي الايه ناقص ان، فبالتالي الان بتساوي الايه ناقص بي. الزد بتساوي البي بتساوي الاي. هو بقى عايز مين؟ الفرق بين العدد الذري والعدد الكتلي. ابسط ما يكون، يعني الفرق بين ده وده هيدينا عدد مين؟ النيوترونات. تكتبها ان او تكتبها نيوترونات. بيقول لي عنصر عدد الذري 11، اللي تحت ده 11، وعدد الكتل اللي فوق 23. احسب الاتي. طبعا ده يقصد مين؟ الصوديوم. عدد الالكترونات 11. اشمعنى؟ لو عملنا اكس كده ان تحت 11 وفوق 23 هيبقى الذري اللي تحت كام؟ 11. طب عدد البروتونات برضو 11. طب عدد النيوترونات، هنا ده اللي بنتكلم فيه، ان ده ناقص ده 23 ناقص 11 بيديني كام؟ 12 اللي هو النيوترونات، وده كان زد وده كان الايه. يبقى ايه ناقص زد بتساوي ان اللي هي النيوترونات اللي هي بتساوي 12. عنصر عدد بروتوناته بي بتساوي 13، يبقى الالكترونات بكام؟ ب 13. شايفين الحل في السريع ليه؟ الموضوع مش مستاهل كميه التفكير، لان احنا حلينا اسئله كتير جدا دربتنا على الكلام ده. عدد النيوكليونات كام؟ اللي احنا عرفنا اللي هي الكتلي اللي هي ايه؟ يزيد. ماشي. وعدد عدد بروتونات 13، وعدد نيوترونات يزيد عن عدد البروتونات بمقدار 1 نيوترون. فبالتالي عدد البروتونات بتساوي 13 فين؟ وعدد نيوتروناته يزيد عن عدد البروتونات، يبقى 13 زائد 1 يبقى الN بتساوي 13 زائد 1 بتساوي 14. هو عايز ايه بقى دلوقتي؟ ماشي. عايز ماشي، يعني عايز النيوكليونات اللي هي ايه بتساوي بي زائد ان. البي جبناها ب 13 والان ب 13 يبقى ب 14 يبقى 27. ماشي. هنا جايب لي العنصر، العدد الذري وده عدد الكتلي. عايز عدد البروتونات، هي نفس الحوار.
خلينا نقول ان الجزء ده خلينا نعمله في الكومنتات متدربين عليه. ادي السؤال رقم 5 وادي 4 وادي في الطبيعي برضو كان سهل خالص في رقم 3. يبقى احنا كده عندنا حاجتين محتاجين نشوفهم في الكومنتات يا شباب عشان يبقى في تواصل مع بعض كده. نيجي بقى نحل على الجزء الثاني من الدرس، لان الدرس متقسم لجزئين اللي هو العناصر اللي هو التوزيع الالكتروني ونظائر العنصر. يلا بينا يلا بينا. الجزء الثاني يا شباب في الدرس الاولاني شويه اسئله برضو مجمعه كده، شويه محافظات ممتازه. بقول لك اول سؤال طبعا فينا في الجزء بتاع اكمل يرمز او بنعمل رمز لمستوى الطاقه الرابع بالرمز ايه؟ يعني بانهي رمز فيهم؟ ماشي، مش بالرمز، مش بالحرف ايه؟ خد بالك الرموز عندنا كي ال ام ان او بي كيو 1 2 3 4 5 6 7. يبقى بالرمز المستوى الطاقه الرابع 1 2 3 4 يبقى مين؟ ان. بينما بنرمز هنا لمستوى الطاقه السادس بالرمز بي. رقم 2 النظائر صور مختلفة لذرة العنصر تتفق في العدد الايه؟ الذري وتختلف في العدد الكتلي. بتتفق في الذري وبتختلف في الكتلي، اتكلمنا عليها في الشرح، حاجات كده كأنك بتعيد الشرح تاني. يملأ مستوى الطاقة ام اللي هو كام؟ الثالث بالالكترونات قبل ملء مستوى الطاقة نقط وبعد ملء مستوى الطاقة نقط. خد بالك احنا عرفنا في الشرح ان الاقل طاقة يملأ اولا ثم الاعلى طاقة. مين هنا اللي هيملأ الاول؟ كي، واللي بعده ال، واللي بعده ام، واللي بعده ان. يبقى مين اللي بعد ام؟ يبقى يملأ مستوى الطاقة ام بالالكترونات قبل ملء مستوى الطاقة ان وبعد ملء مستوى الطاقة ال. مين اللي في النص؟ ام. مين اللي هيملأ قبله؟ ال. او مين اللي هيتملي او ام هيتملي بعد مين؟ بعد ال. يملأ مستوى الطاقة ام بالالكترونات قبل ملء مستوى الطاقة ان وبعد ملء مستوى الطاقة ال. جمل فيها لف ما تتوهش، تلف لف معاها. بقول لك النظير الوحيد من نظائر الهيدروجين الذي لا تحتوي نواة على النيوترونات هو مين؟ ورمزه ادي اتش 1 1. قلنا اسمه ايه؟ بروتيوم. التالت ده اللي النيوترونات فيه 3 اسمه ايه؟ قلنا ده باء وده نون. ده باء والتاني تاء. اكتب التوزيع الالكتروني. تعال بقى نشوف الحاجات بقى اللذيذه الجميله دي. الام جي هنوزع ادي 2 ادي 8 ادي 2. بنعملها في السريع كده. عملناها ازاي؟ ادي مستوى الطاقه الاولاني كي والثاني ال والثالث ام. الاولاني فيه 2 عرفنا ان هو بيتشبع ب2. هيبقى كام؟ هيبقى 10. ينفع نحطهم هنا؟ قال لك لا. اشمعنى؟ لان مستوى الطاقه الاخير بالنسبه لذره العنصر ده بتكون اخرها 8 فحطينا 8 فاصبح ان 2 و8 10. هيبقى كام؟ من 12 2. نشوف اللي بعده. انا عايز اوزع ده. خد بالك الحاجات دي احنا وزعناها قبل كده بس عادي. هنا 2 بنكتبها ازاي؟ ادي كده الكالسيوم، نروح كاتبين الكالسيوم تحت 20. عايز تكتب فوق هنا ال 40 مفيش مشاكل، مش عايز تكتب عادي. ادي مستوى الطاقه الاولاني هنكتب كي، هيشيل 2 دول ثابتين. مستوى الطاقه الثاني هنكتب ال 20 هنشيل منها 2 بقى 18 فهنكتب 18. قال لك لا اخرها كام؟ 8. دول كده 10 فهنكتب هنا 10. قال لك لا ما ينفعش. اشمعنى؟ عشان ده مستوى الطاقه يعتبر اخير بالنسبه للذره دي. فهنكتب هنا كام؟ 8. ادي 8 و8 16 و2 18. هتبقى كام؟ 2. كي ال ام ان. فوق تكتب اسم المستوى، تحت بتكتب عدد الالكترونات اللي تبقى موجوده في هذا المستوى. نيجي نختار الاجابه الصحيحه. العنصر الذي يحتوي مستوى الاخير، المستوى بتاعه الاخير ان على نصف عدد الكترونات مستواه الاول يكون. هنا بيتكلم عايز العنصر، بيقول لك ايه هو العنصر الذي يحتوي مستواه الاخير ان على نص عدد الالكترونات مستواه الاول. هل هو فين؟ يكون عدد الذري 3 واحده ثانيه واحده. انا هفترض ان ده اكس. شوف البحيره بتجيب دايما اسئله ايه؟ شديده شويه. بس انت ايه ان شاء الله باذن الله تعرف تحل. انا هفترض ان العنصر ده اكس. مستوى الطاقه الاخير ان، يعني ده عنده كام مستوى طاقه؟ 4. ايوه اللي بقول لك مستوى الاخير ان، يعني في عنصر عنده ده مستوى والثاني والثالث والرابع. الاولاني بيشيل 2
والتاني بيشيل 8 وده 8. عايزين نعرف الاخير ده فيه كام. مستواه الاخير ان على نصف عدد الالكترونات مستواه الاول، يعني هيبقى ده 2 يبقى كام؟ ده 1. تعالى نجمع بقى ده كده، 2 و8 ده 10 و9 ادي 19. نقول السؤال ده تاني، نقول السؤال ده تاني. هنا السؤال بيقول لك اختر العنصر الذي يحتوي مستواه الاخير ان. عرفك ان مستوى الطاقه الاخير بتاعه ان، يعني كم مستوى طاقه دلوقتي؟ 4. يبقى اعمل لي هنا العنصر واعمل لي 4 مستويات طاقه كي ال ام ان. بيقول لك ان مستوى الطاقه الاخير يحتوي على نصف عدد الالكترونات مستواه الاول. الاولاني كده كده عنده 2، يبقى النص هنا 1. لما دام حطيت هنا 1 والاولاني 2، يبقى اللي في النص كل واحد هيشيل كام؟ 8. طب ينفع يشيل اقل من 8؟ قال لك لا، ما كناش هنكمل. ما دام شال 8 يبقى اللي بعده هيشيل 8. نيجي نعد دول كده الالكترونات، ادي 2 و8 ده 10 و9 ادي 19 الكترون. السؤال الثاني، تتفق جميع نظائر العنصر الواحد فيه العدد الذري. فين العدد الذري؟ ماشي، يبقى عدد الايه؟ الالكترونات. لان هنا النيوكليونات والعدد الكتلي واحد، ومستحيل يكون بيتفق في العدد النيوترونات، بيتفقوا في عدد الالكترونات اللي هي العدد اللي تحت. اسئله لفه يا شباب، جت محافظه المنيا. الحاجات دي اسئله لفه وعايزه تركيز وحد مذاكر جدا. لا يزيد عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير لاي ذره على كام؟ ها 8. اتفقنا. لا يزيد عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير بالنسبه لذره معينه، ما يقدرش يزيد عن 8. لو زاد عن 8 يكون في مستوى طاقه بعده يشيل الايه اللي فوق ال8 الكترونات. أجب عما يأتي. ماذا يحدث إذا ابتعد الإلكترون عن النواة بالنسبة لطاقته؟ لما الإلكترون ده يبعد عن النواة بالنسبة للطاقة بتاعته، احنا اتفقنا كل ما يبعد كل ما الطاقة تزيد. مستوى 2 3 4 5 6 7. طب من هنا يبقى هنا قليل، وكل ما يبعد الطاقة بتاعت الإلكترون بتزيد. ماشي. اذكر أهمية مستويات الطاقة الرئيسية. طبعا كل مستوى طاقة بيحمل عدد معين من الإلكترونات، فمن خلالها بنقدر إن احنا إيه؟ التوزيع الإلكتروني للإلكترونات حول النواة داخل الذرة. لو مفيش مستويات طاقة هتوزع ازاي الإلكترونات؟ هتعرف إن ده بيشيل قد إيه وده بيشيل قد إيه. أكيد طبعا الموضوع هيكون صعب، فالحمد لله إن احنا طبعا عرفنا أو العلماء قدروا إن هم يوصلوا لمستويات الطاقة. ده علامة صح وخطأ. ما قالش مع التصحيح. يملأ مستوى الطاقة M بالإلكترونات قبل مستوى الطاقة N. صح. ليه؟ لأنه أقل منه في الطاقة. تتفق نظائر العنصر بالعدد الكتلي وتختلف العدد الذري. خطأ. العكس طبعا. طاقة المستوى M أقل من طاقة المستوى K. لا طبعا خطأ. العكس، ده أعلى. يبقى لو هنصحح دي أعلى وهنا لا تتفق. يملأ مستوى الطاقة M بالإلكترونات قبل مستوى الطاقة N. جميل جدا. ادرس أشكال الشكل المكون. فين الشكل أهو؟ دي نواة. بيقول لك هنا مستوى الطاقة الثاني فيه 2 إلكترونات، الأولاني فيه 2 إلكترونات، والثاني اللي هو اللي فيه 8، وده فيه، ويبقى دول عدد الذري كده كام؟ 11. وهنا بيقول لك النيوترونات 12 وده 11 يبقى 23. أنا بدرس صح؟ أنا بفصص المسألة بيني وبين نفسي، في الآخر أشوف هو عايز إيه. عايز العدد الذري، مش العدد الذري اللي هو تحت اللي هم الإلكترونات اللي تحت دي، يبقى نقول 11. العدد الكتلي، يعني مثلا السؤال بيجي بالطريقه دي، يا سيدي اهو جه في الشرقيه 2026 السنه اللي فاتت. عايز العدد الكتلي اللي هو فوق ده يا مستر. اي نعم. طب انا عرفته منين؟ ما هو لما جاب لي دي كده عرفنا ان اللي فوق ده بروتونات، وعرفنا اللي تحتها المتعادل الشحن دي اسمها نيوترونات، والاثنين دول مع بعض يبقى يدونا العدد الكتلي اللي هو 23. ودي بنقول عليها زد، ودي بنقول عليها ايه؟ عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. كم مستوى طاقة دول فيهم إلكترونات؟ أدي ده مستوى، ده مستوى، ده مستوى، يبقى 3 مستويات. اذكر أهمية العلاقة. دي بقى من خلال العلاقة دي بنقدر إيه؟ يبقى من خلال 2 N تربيع العلاقة دي بتوضح لنا كيفية تشبع مستويات الطاقة بالإلكترونات. من خلال العلاقة دي عرفت ان مستوى الطاقة الاولاني اللي هو كي بيتشبع ب2، والثاني بيتشبع ب8، والثالث بيتشبع بكام؟ تعال نحسبها مع بعض.
ادي 2 في ان، هنشيل نحط رقم 3 تربيع بتساوي 3 في 3 ب 9، 2 في 9 تساوي كام؟ 18. مش احنا بنحسبها كده؟ يبقى التالت يشبع ب 18 واللي بعده ب 32. بس في حاله التوزيع الالكتروني لما يكون مستوى الطاقه الاخير بالنسبه لذره العنصر اللي بنوزعها، لو جه الاخير اخرها بتشيل 8، لا تتحمل اكثر من 8 الكترونات، واذا كان في فايض عن 8 بنرحلهم لورا. طيب هنشوف برضو شويه اسئله ثانيه بتتكلم اكتر عن التوزيع الالكتروني. خليك معايا ومركز، ما تتوهش لا هنا ولا هنا. بص يا صديقنا، الجزء ده وضح بالرسم من تخطيط التوزيع الالكتروني لذرات العناصر الاتيه. يعني تعالى احنا ايه اللي عملناه هنا؟ احنا وزعنا دي كده، ماشي، مش هنعملها. تعالى نعمل بتاع الكلور. الكلور ده كده هنكتب السي ال وهنكتب هنا 17. اللي انا هعمله لك ده انت هتعمل زيه في الامتحان ان شاء الله باذن الله بتاع نص السنه. هتروح كاتب كده ادي اول مستوى، احنا عرفنا ان هو بيشيل 2، هنكتب هنا كي. تاني مستوى انا عندي دول 17 شلت منهم 2 يتبقى 15، ينفع نكتبهم هنا؟ قال لك مستحيل، لازم تكتب 8. هيتبقى كام؟ دول كده 10 من ال 17 هيتبقى 7. نكتب هنا ال طبعا ونكتب هنا 7 الكترونات وده بنسميه ام. انا زرعت الكتروني مش عايز حاجه تاني. تعال نشوف ده النيون. الان اي ادي ده 10 2 هيبقى كام؟ 8 حطيتهم هنا وخلاص على كده. ده كده اسمه كي وده اسمه ال. مفيش اسهل من كده، الموضوع ابسط ما يكون. نيجي نشوف الثلاثه دول في السريع. ادي الان اللي هو النيتروجين، هروح كاتب ان كده ادي هنا 7، مستوى الطاقه الاولاني 2 هيبقى كام؟ 5، هيبقى تحطه عند مستوى الطاقه الثاني. هنا هنكتب كي وهنا هنكتب ال. انت بتنقص، حطيت هنا الاثنين اتبقى كام من السبعه؟ 5، تحطهم هنا. مفيش اسهل من كده. تعال نشوف الاسم. ادي ال اي تكتب هنا 3 دي عدد الكترونات، ادي مستوى الطاقه الاولاني كي، هتكتب هنا 2. هتبقى كام يا مستر؟ 1. هتكتب هنا مستوى الطاقه اللي هو ال، هتحط فيه الكترون 1. الموضوع مش محتاج اي تفكير، الموضوع خلاص انت عرفت مستوى الطاقه الاولاني بيشيل 2، الباقي من الالكترونات او العدد الذري اللي تحت هتنقص منه. لو اقل من 8 هتكتبه، لو 8 وصلت هتكتبها. طب لو اكتر من 8 هتكتب ال 8 بس، واللي فوق ال 8 اللي عدد الالكترونات اللي اكتر من 8 هتحطهم في المستوى اللي بعده. ده الاكسجين اهو يا سيدي، ادي الاو 8 تحت هنا، ادي 2 هنا هتحط كام؟ هتبقى من ال 8 هنشيل الاثنين من ال 8 نطرحهم هتبقى 6 الكترونات تحطهم هنا. هنا مستوى الطاقه الاولاني كي وهنا ادي ال. مفيش ابسط من كده. هنا بقول لك قارن ذر العنصر الثلاثه احنا خدناهم من حيث النيوترونات والكتري، ماشي. عرفنا ان هم متفقين في الذري فكلهم هيبقى واحد، انما الكتري بيختلفوا. مستويات الطاقه، مستوى الطاقه ال ومستوى الطاقه ال من حيث عدد الالكترونات التي يتشبع بها. عرفنا ان ده بيتشبع ب2 وده بيتشبع بكام؟ هو ده مستوى الكام؟ الرابع. ما انت برضه ايه مش عايزين نحفظ، انا عرفت ان العلوم ماده فهم، فلازم تكون فاهم المعلومه جايه ازاي. هتروح كاتب ان دي المستوى الرابع، يبقى 2 في هتشيل ان وتحط 4 هنا تربيع، 4 في 4 ب 16، يبقى 2 في كام؟ في 16 بتساوي 32. يبقى هنا 2 وده 32. وانت ممكن تعمل كده الجدول بتاعك المقارنه، تعمل الايه؟ الجدول كده بالظبط وتكتب هنا مستوى الطاقه ال وهنا تكتب مستوى الطاقه، لا سوري معلش، ده مستوى الطاقه ال هنا مش 2. يا سلام، خد بالك ده التركيز ده بيروح في داهيه. الله، لا لا لا, لا ارجع معايا. هنا ده المستوى الثاني، يبقى هنا ده كده مش هشيل 2 طبعا، هنا ده هنكتب ان هيشيل 32. هنا هنجيبها يبقى 2 في هنشيل دي ونحط رقم 2، يبقى 2 في 2 ب 4، يبقى 2 في 4 تساوي 16. مش ده مستوى الطاقه الثاني؟ كي ال ام ان. عذرا معلش تركيز والله والخلاص بقى الفرهده بتاعته اليوم كله. ماشي، دي اسئله متنوعه ثانيه. تعال نشوف افكار جديده كده. بيقول لك عنصر عدده الكتلي 23. ماشي، هنفترض العنصر ده اكس، افترض انه واي، افترض انه ايه، افترض انه عفريت. اي افتراض لاي اسم عنصر. عدد الكتلي 23، هتروح عامل فوق كده 23 وتدور الكتروناته في 3 مستويات. ادي مستوى، ادي الثاني، ادي الثالث. ده عرفنا ان هو كي وده ال وده ام. وعدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير نصف عدد الكترونات مستوى الطاقه الاول، زي اللي حللناه قبل كده. ده كده 2 وده هيبقى 1، فبالتالي ده هيبقى 8. يبقى ده كله ده كام؟ 9. تعال نشوف هو عايز ايه. احسب عدد الذري العنصر، عرفنا دول 9. تدور الكتروناته في 3 مستويات طاقه وعدد الكترونات مستوى، ماشي افترضنا، ماشي. احسب عدد النيوترونات في نواه ذره العنصر.
النيوترونات اللي هي ان هتساوي 23 ناقص 9. هيتبقى كام؟ عد كده معايا. ادي 1 و 14. يبقى عندي النيوترونات 14. عنصر عدد الكتل 23 وتدور الالكترونات في 3 مستويات طاقه، ادي 1 2 3، وعدد الكترونات مستوى الطاقه الاخير نصف عدد الكترونات مستوى الطاقه الاولاني. ماشي جميل. عنصر عدد الكتل 40. ماشي، هنفترض هنا نحط ايه؟ واي بقى. الكتل كام؟ 40. في نواة ذرته ماشي، وعدد النيوترونات في نواة ذرته 20. ماشي، فبالتالي ما دام النيوترونات 20 يبقى البروتونات 20، يبقى الالكترونات 20. ماشي. حدد كل ما يتعدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات. الله، هنا هنوزع بقى ده. شوف السؤال عمال يلف عشان نوصل لحاجه معينه. عدد الكتل 40، كتبنا ان عنصر هنا وكتبنا ال 40 فوق، وبقول لك عدد النيوترونات اللي هي ان ب 20، وانت عندك ان الكتل اللي هو ايه بيساوي بي زائد ان بتساوي 40، فبالتالي اللي بيقول لك النيوترونات ب 20 يبقى بالتالي البروتونات ب 20، يبقى بالتالي بتساوي الالكترونات 20. ماشي. ماشي. عايز ايه بقى هو؟ تعال نوزع. ادي كي هتبقى 2، وهنا ال هتبقى 8، وهنا ايه؟ ام. ادي كده 10. ما ينفعش نحط هنا 10 نحط هنا 8 نحط هنا 2. ماشي، ادي كده 10 ده 10. ماشي، ده ان. عايز ايه؟ عدد مستويات الطاقه مشغوله الكترونات في ذره عنصر هنا 4. عدد الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الخارجي 2. يبقى هنا نقدر ان الالكترونات عدد الالكترونات الموجوده في مستوى الطاقه الاخير او الخارجي بالنسبه لده يساوي نفس عدد الالكترونات مستوى الطاقه الاولاني اللي هو كده. ماشي. وضح بالرسم. طبعا كل الاسئله واحده وجميله جدا. تعال نشوف ده عنصر واي تتوزع الالكترونات في مستويين. الله، يبقى واي ده كده عنده مستويين كي وال، وده معروف ان هو 2. ماشي، دي معلومه كلها عرفناها منين لحد الحته دي؟ يعني الرسمه دي كلها عرفناها من الجزء ده بس. عنصر واي كتبناه تتوزع الالكترونات في مستويين. كم مستوى؟ 2. يحتوي مستوى طاقته الاخير على 4 الكترونات، يبقى ده 4. ويوجد في نواته 6 نيوترونات. تعال نمسك الحته دي دلوقتي. انا عندي 2 و4، ادي كده كام؟ 6. هو بيقول لك ان نيوتروناته كام؟ 6. ماشي، واحده واحده، مش عايزين نستعجل. وضح برسم التوزيع الالكتروني للعنصر. ادي كده وزعت. اوجد عدد الكتل. عايز بقى اللي فوق ده بيساوي كام؟ بيقول لك يوجد في نواته عدد كام نيوترون؟ 6. خد بالك هو هنا قال لي ان ان بتساوي 6، وانا عرفت ان بي هنا بكام؟ لان بي بتساوي اي بتساوي 6، فبالتالي فوق هنا هيبقى 12. يبقى هنا عدد الكتلي 12. اكتب رمز هذا العنصر موضحا اعداد الرمزين الاي والزد. مش من الايه ب 12 والزد ب 6. اكتب رمز هذا. الله، الرمز ده بقى شايف الجمال وصل لحد فين؟ عايز يعرف ده رمز عنصر ايه. ده ثالث حاجه فين؟ عايزين نعرفها في الكومنتات. معلش خلينا كده نرخم على بعض شويه. اعرف لي ده رمز العنصر ايه؟ ايه العنصر اللي عدده ذري 6 والكتل 12؟ الله، شايف جدول والله، والجدول ده مفروض في الكومنتات. يا سلام بقى، يا حلاوه يا امتيازه. اعمل لي بقى يا سيدي الجدول ده كده، اكتبه لي وصوروه لي ابعته في الكومنتات. حقيقي من ألذ وامتع. احل لكم طب حاجه كده، احل لكم اصعب واحده. مفيش حاجه صعبه. طب تعال نعمل هيدروجين. عدد الالكترونات كام؟ لا، تعال نعمله كله في الكومنتات. شو احنا شفنا الكلام ده؟ فاكرين؟ ها نجيبه؟ كلام بسيط جدا. تعالى يا باشا. زي ما احنا شايفين دلوقتي يا شباب، ادي عنصر الهيدروجين بيتفق في العدد الذري. النظائر بتوعه كلهم بيتفقوا في العدد الذري. ده عنصر غاز، الهيدروجين غاز. فلما نيجي نوزعه هيكون الكلام يعني ابسط ما يكون، بس في ناس بتتلخبط فيه.
يبقى انا دلوقتي عندنا يا شباب الجزء ج ده هيتحل في الكومنتات. الجزء الثاني ده برضو بتاع السؤال رقم 5 يا ريت يتحل ويتحط في الكومنتس بتاعنا على تحت الفيديو على طول. المفروض الناس الشاطره الموضوع جميل جدا، بتشوف عدد الالكترونات وعدد التوزيع الالكتروني وعدد مستوى الطاقه مشغول بالالكترونات وعدد الالكترونات ومستوى الطاقه الخارجي. ابسط ما يكون، ويا رب اشوفكم على خير وتكونوا استفدتوا ان شاء الله من الحصه الجميله دي. وان شاء الله باذن الله لو في اسئله ثانيه او حد واقف معايا سؤال كده او كده من اي كتاب تاني برضو يورينا في الكومنتات، وان شاء الله نحل لكم في فيديو. وما تنسوش استنونا في الفيديو اللي بعده عشان الدرس الثاني.